استغل العديد من النجوم تواجدهم في المملكة العربية السعودية، حيث كان مهرجان البحر الأحمر السينمائي على رأس الفعاليات الثقافية التي تجمع أشهر النجوم. على الرغم من انشغالهم بعروض الأفلام وحضور الفعاليات، إلا أن هؤلاء النجوم فضلوا تخصيص وقت لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، ليؤكدوا على التزامهم الروحي والديني، وهو ما أضاف بعداً روحانياً آخر لرحلتهم الفنية في المملكة. كريم فهمي وزوجته لحظات روحية أمام الكعبة خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي. كان للفنان كريم فهمي وزوجته دانيا البناوي مشاركة مميزة في أداء العمرة، فقد اختاروا الثنائي زيارة مكة بعد تواجدهما في فعاليات المهرجان. وحرص كريم على مشاركة هذه اللحظات الروحية عبر حسابه على إنستغرام، حيث نشر صورة تجمعه بزوجته أمام الكعبة وكتب: الحمد لله. ارتدى كريم ملابس العمرة التقليدية، بينما ظهرت زوجته بعباءة سعودية آنيقة خلال الزيارة الدينية. زينة تترك المهرجان لأداء العمرة. إما الفنانة زينة فقد اختارت أن تترك فعاليات المهرجان وتزور مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، ونشرت عبر حسابها على إنستغرام صورا لها أمام الكعبة مع إحدى صديقاتها المقربات، معبرة عن شكرها وامتنانها للخالق. أحمد حلمي لحظات روحانية منفردة في الحرم المكي. أحمد حلمي فقد قرر زيارة مكة المكرمة بمفرده لأداء العمرة، تاركا خلفه زحام المهرجان والاحتفالات. نشر حلمي عبر سطور إنستغرام مقطع فيديو يظهر هو داخل الحرم المكي وهو يؤدي الصلاة أمام الكعبة وسط تكبيرات المصلين، كما شارك لقطات متنوعة لزيارته الروحانية. نور النبوي ومحمد فراج وأمير المصري. اجتمع كل من النجوم نور النبوي ومحمد فراج وأمير المصري في مكة لأداء العمرة. هؤلاء النجوم شاركوا صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن امتنانهم وشكرهم لله، وكتب نور على الصورة التي شاركها: اللهم آدمها. مهرجان البحر الأحمر السينمائي نافذة ثقافية في المملكة. تزامن أداء النجوم لمناسك العمرة مع انطلاق فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة التي تقام حاليا في مدينة جدة. المهرجان الذي يستمر حتى 14 ديسمبر يعد من أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يشارك فيه أكثر من 120 فيلما من 81 دولة. تجمع هذه الفعالية الثقافية صناع السينما والفن في المملكة العربية السعودية، مما يعكس دور السعودية كوجهة رئيسية للثقافة والفن في المنطقة. الجدير بالذكر أن أول فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي كانت قد انطلقت في نوفمبر 2020 بعد رفع الحظر عن السينما في السعودية، ليصبح بذلك أول مهرجان سينمائي دولي في المملكة. يسعى المهرجان إلى تقديم دعم قوى لصناعة السينما المحلية والدولية، ويعكس التوجهات الثقافية الحديثة التي تروج لها رؤية 2030 للمملكة. يهدف مهرجان البحر الأحمر إلى دعم صناعة السينما السعودية والعربية وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، الاحتفاء بالتنوع الثقافي وتعزيز الحوار بين الثقافات من خلال عرض أفلام عالمية، تسويق السينما السعودية دوليا وتعريف العالم بالصناعة السينمائية في المملكة، تعزيز السياحة الثقافية في المنطقة من خلال جذب جمهور محلي ودولي. وتقام الدورة الرابعة للمهرجان في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024، وستشهد حضور عدد كبير من صناع الأفلام والمشاركين من مختلف أنحاء العالم.